السلام عليكم. فيديو جديد بعد فترة طويلة، بس قلنا نرجع لبعض وقلنا كنت حابب أشارككم بتوبيك معينة قبل بداية رمضان. يمكن الناس تبدأ تراجع نفسها الفترة الجاية. أنا بالنسبة لي رمضان إن شاء الله يبقى عبادة وسيلف ريفليكشن، فأتوقع برضو إن الناس هتقعد تفكر مع نفسها يا ترى أنا الفترة الجاية عايز أعمل إيه في حياتي، وتقعد بقى تدعي ربنا وربنا بلغنا رمضان يا رب يتقبل مننا. بس اللي حابب اشيره معاكم النهارده ان على مدار الاسبوعين اللي فاتوا كنا بنعمل انترفيوز كتيره جدا. وكان معظم البوزيشنز المطلوبه مننا كان في رينج 5 سنين خبره او الناس 5 سنين خبره مع اختلاف الوظائف. لقيت عوامل مشتركه ما بين كل الناس. معظم الناس اللي احنا كنا بنعمل لهم انترفيو ما كانش بيعرف يعبر عن نفسه ولا عن خبراته. يعني ان انت تبين اللي قصادك انت انجزت ايه واكتسبت خبره عامله ازاي. لقيت ان ناس كتيره عندها لاكينج في الحته دي، رغم ان المفترض انت خلاص مش حد حديث التخرج ومش عارف اقول ايه واتكلم ازاي. انت بتعبر عن نفسك في الاول وفي الاخر. فخليك كده في حياتك، لو انت عملت اي انجاز دوكيمنته او وثقه، عشان اليوم ما تقعد مع حد في شركه تبقى كونفيدنت وواثق من نفسك. انا اتعلمت واحد اتنين تلاته، وانا من الانجازات بتاعتي واحد اتنين تلاته، وكمان في ريفرنس تقدر ترجع له. فدي حاجه. انما انا ان حد انا واتجوزت وعندي عيال، ده ملوش علاقه بالكارير. حد تاني بيكلمني الشركه كسبت خسرت واندمجت، مع اني كنت بطلب منه مهامه الوظيفيه ما كانش تطرق للمهام الوظيفيه. فاحنا مش بنعيب على حد، بالعكس احنا بننصح بعض وكلنا بنتعلم من بعض. فاول تip كده، اول نصيحه، على طول درب نفسك كأن حد قصادك. انا مين، بعمل ايه، وليه انا افضل حد في الوظيفه دي او في الشغلانه دي. تاني حاجه لقيتها كومن برضو عند الناس اللي حضرت، ان معظم الناس في بدايه حياتها المهنيه سواء لسه في مرحله الجامعه او اول ما اتخرج كانوا بيطوروا من نفسهم. يعني انا درست كذا وخدت دبلومه كذا وكنت بظبط انجليش واروح واجي والكلام ده كله. بس مع مرور الوقت واندماجهم في الوظيفة بتاعتهم أو الوظائف اللي عدوا بيها، هم نسيوا إن هم يطوروا برضو من نفسهم. خلي بالك أنت في الأول كنت تعتبر فريش جراديوت أو حديث التخرج بالنسبة لسوق العمل. بعد 5 سنين أنت مفترض مقبل على سينيور ليفل، على سوبرفايزر ليفل. أنت هتبقى سوبرفايزر، أنت هتبقى ليدر. فأنت حديث التخرج برضو على الوظيفة دي. فلازم نفس الإفورت اللي أنت عملته بس على الليفل الجديد.